يلا تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم عجة للناس الرياضية، عجة للناس الكبار في السن، اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، الناس اللي عاملة دايت. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتها ونشوفها معمولة ازاي. السلام عليكم، تعالوا معايا كده هنعمل مع بعض أكلة صحية. الأكلة الصحية كل الحاجات اللي هحط فيها هتبقى صحية، تنفع للناس الرياضية وتنفع للناس اللي عاملة الصيام المتقطع. الوجبة دي عندي ايه؟ عندي هنا 4 بيضات. انا هعمل وجبة ل3 تنفار. عندي هنا 4 بيضات عشان البيض مش كبير قوي. 4 بيضات مكسراهم. وعندي ده بصل متقطع، العنق بتاعه الاخضر متقطع. وعندي هنا بابريكا، وعندي معلقه سمنه وفلفل اسود وملح وزيت زيتون. وعندي هنا معلقتين شوفان كبار. عندي طماطمايه واخده القشره بس بتاعتها، طماطمايه جامده واخده القشره وسايبه القلب. وعندي 3 شرايح بسطرمه مقصقصاهم مقطعاهم صغير. وعندي جبنه حليب، جبنه حليب، اي نوع جبنه يبقى عندكم يصلح للدايت. هنبدا نعمل ايه؟ اول حاجه هنبدا نعملها، هجيب كده عندي بوله، وبعدين هجيب معلقه السمنه دي هحطها في قلب مقلايه على النار تسيح عبال ما اعمل المكونات بتاعتي. وبعدين هحط عليها معلقه زيت زيتون. زيت الزيتون لو تستعملوا له الدايت لازم يكون بكر او القطف. هحط معلقه واحده، يبقى نص معلقه زبده ومعلقه زيت زيتون. عندي هنا البوله عبال دي ما تسيح، هجيب فيها كده ال4 بيضات. شايفين ال4 بيضات كده حطيتهم. هحط عليهم خل تفاح، ودي اهم خطوه، معلقه كبيره عشان خاطر ما يبقاش زفر معايا مهما اضرب فيه واحط عليه مكونات. هحط معلقه بابريكا، هحط نص معلقه فلفل اسود. ماشي، حطينا كده. هنا بقى الملح بتاعنا مع البهارات ده بيجي كده جاهز، هحط منه في الوصفه بتاعتي. كده كميه كويسه. هبدا اخفق بقى كل المكونات دي كويس، البيض بالبهارات. تفضلوا تضربوا فيهم لغايه ما الفوليوم بتاعهم يخشوا هوا كتير ويتكثف معاكم وكل شيء ينسجم مع بعضه، ودي اهم خطوه. في الوقت ده هنضيف عليهم اول حاجه الشوفان، وهنضربهم ضرب كويس جدا برضو. المقلايه اللي على النار اهي سخنت والدنيا كلها ساحت. هحط فيها الطماطم. حطيت الطماطم في قلب المقلايه وحطها على النار، وانا بعمل هنا في الخليط بتاعي. ماشي، هتفضلوا تقلبوا فيه لغايه ما يبدا الشوفان بتاعنا ده شوفان سريع الايه اللي بيبوش بسرعه. هحط بقى عليه الجبنه. الجبنه دي بتبقى قطع وانا اللي مقطعاها كده، ونقلبها كده. وبعدين هنحط البصل الاخضر وهنقلبه تقليب كويس. هشيل بقى دي وهقلب بالمعلقه. دي اهم حاجه في الخطوه في الاكله بتاعتنا، اللي انت تعملي انسجام لكل الاكل مع بعضه. عشان كده انا ما جبتلكيش الطماطم وهي على النار، خلاص هي طماطم وبتتشوح في معلقه، نص معلقه زبده ومعلقه زيت. بصوا احنا دمجناهم كويس مع بعض. للتاكيد كده هنحط شويه ملح ببهارات. عشان الشوفان طبعا انتوا عارفين
بيعدي بالحاجه. وبعدين هتبدأي بصوا بقى، لانشون يا لانشون طبيعي يا بسطرمة في الوجبة دي. اهم حاجة ان كلها عشان حاجات للدايت لازم تكون حاجات طبيعية. نقلبها تقليب كويس لغاية ما تنسجم كلها مع بعضها. وهسيب بقى الشوفان يشرب بقية السوائل اللي موجودة شوية كده، ايه 5 دقايق. وهغطيهم بالمعلقة، هغطيهم قصدي بالطبق شويه وهسيبهم. تعالوا بصوا معايا كده، انا عايزه اشوح الطماطم شويه. عايزين نشوح الطماطم شويه كده صغيره لغايه ما الطماطم تفقد الكميه من السوائل، عشان ما تزفرش البيض بالخلطه بتاعتي يبقى فيها ريحه زفاره، رغم ان احنا حاطين فلفل اسود وحاطين خل تفاح. ودي التركايه اللي خلتني اقول لكم دي اول حاجه هنحطها. خلاص كده هي تبقى حاجه بسيطه كده، لان هي الطماطمايه جامده. وبعدين بقى هجيب بقى الخليط احطه فوقيها. وبعد ما تحطيه حاولي توزعيه توزيع كويس فوق الطماطم. وسيبي بقى ايه الفطيره بتاعتك على نار هاديه تستوي. الفطيره دي جميله جدا، مشبعه وكلها فيتامينات، والسعرات الحراريه بتاعتها مش كبيره قوي، بس اهم حاجه الفيتامينات. هسيبها بقى تستوي، هغطيها وهسيبها تستوي. تعالوا بصوا معايا كده، انا قلبتها في الغطا وهحطها على الناحيه التانية. هنزلها بقى في قلب المقلايه تاني، وهسيبها برضو على الوش ده تستوي. انا قلبتها كده في الغطا وبعدين رجعتها ما حطيتش قدام ولا حاجه على فكره، هي المقلايه فيها وهي ما بتلتزقش فيها، فهو كفايه علينا معلقه زيت الزيتون ونص معلقه الزبده، وهسيبها تكمل سواها. ودي اسمها عجه للدايت، عجه الدايت. يلا تعالوا معايا كده بصوا الشكل النهائي للعجه بتاعه الدايت، جميله جدا ورهيبه ومغذيه وعاليه القيمه الغذائيه، فيها فيتامينات ومقويات، وحلوه على فكره للناس الكبار عشان ما ياكلوش نواشف كتير، مرضى السكر مرضى الضغط، جميله جدا. والبيض مفيد، البيض ما فيهوش اي اذى للناس الكبار. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.